طيب دلوقتي انا فرضا جربت حاجات كتير فعلا، وقضيت فتره الكليه كلها في سيلف اويرنس، حبيت اعرف نفسي وجربت وتعلمت سكيلز كتير وهكذا، ولقيت في الاخر ان انا انفع في كذا حاجه وبحبهم كلهم. اوكي. فانا دلوقتي مضطر بعد التخرج ان انا ارسى في كارير واحد منهم واكمل فيه واستغنى عن الباقي، بس انا مش عارف استغنى عن مين او اقرر اركز في ايه. اوكي. اعمل ايه ساعتها؟ انت هتحاول في الاول ان انت ترص كده الاوبشنز كلها اللي انت بتفكر فيها وتشوف انت ميال لايه. يعني لو حسيت ان حتى اعملها بسكيل ببرسنتج سكيل. انا ميال لهم كلهم. الفكره ان كل حاجه ليها برضو منافعها وضربتها. اوكي. ابدا في اي حاجه منهم. يعني لو انت بالنسبه لك الاربعه او ايا كانت الاوبشنز اللي قدامك كلها متساويه، مع ان هي انت ممكن على فكره تكمبير بطرق مختلفه. يعني الكارير اللي بتختاره مش بس ان انت بتبص له من ناحيه انا حابب ايه، انت برضو هتبص لحياتك، اسلوب حياتك هيبقى عامل ازاي، السالري، الانكم. الشباب بيفرق جدا معاهم الموضوع ده اصلا اختار على اساس والبنات والله بالظبط. ممكن الموضوع ده يبقى كريتيكال اكتر عشان عايزين تتجوزوا يعني انا هم ما يتلم بس فانت ممكن، يعني انت ممكن عشان انت بس مركز انا بحبهم كلهم بس مش مركز في الفاكتورز التانية، فاكتور اللايف ستايل بتاعك، السوشيال لايف بتاعتك، السالري، كل الحاجات دي مهمه. فحاول ان انت تحط كده فاكتورز وتحط برسنتج لغايه ما تحس ان في حاجه واخده الابر هاند وابدا فيها. لقيت يا سيدي ان كله ايكوال، ابدا بقى اختار واحده. هي دي فيديو هبدا بده بس ابدا، لان انت لو فضلت حاسس ان انت زي ما بتقول كده في باراليسيس مش هتبدا، هتفضل قاعد. انا خايف ابدا لو تطلع انا خايف ابدا والله ضيعت وقت في وقت غلط. لا ليه مش هتعرف ترجع؟ بالعكس هي بقى الفكره، هي الفكره ان انت تاخد قرار وتبدا وتجرب نفسك وتشوف، وابدا كده اعمل اناليسيس بعد 6 شهور ايه الاخبار، مبسوط ولا لا. بعد سنه انا عايزه اقول لك في ناس مثلا بتقعد 3 سنين في كارير معين وبعدين بتحس انه خلاص انا اتعلمت كل حاجه، انا جبت اخر الكارير ده، وهو ده فعلا اللي بيخليك في 3 سنين الكارير اللي يخلص بسرعه ده يخلص جبت اخره ده كل حاجه وبدات تشفت حاجه تانية. ف you will never know until you try، وان انت تدي شويه effort وشويه مجهود وتشوف لا انا عايزه اكمل في الحته دي او لا انا عايزه اجرب حاجه تانية. وعلى فكره انت ممكن تمشي حاجات parallel، بمعنى يعني مثلا احنا مثلا في الكليه هنا بنفتح انتداب في الاقسام، فبتلاقي مثلا حد مثلا شغال في كارير معين ويجي هنا ينتدب يوم في الاسبوع، فهو مشى حاجتين parallel. هي حد كان بيفكر في التيتشنج وفي نفس الوقت هو عايز يجرب حاجه تانية، مش عايز يبقى بيتيتش بس، وبيشوف هو عايز هينفع ولا مش هينفع. ممكن يكتشف انه لا، ممكن يكتشف انه فيبدا مثلا لو هو وات ايفر شغال في ايه يبدا يسجل ماسترز عشان يقدر ان هو يلاقي بوزيشن مثلا في برايفت يونيفرسيتي، والدنيا بتمشي. فانت يعني ما تفكرش في حته انا لو مشيت في كارير واحد هكنسل التانيين، لا انت ممكن تدخل حاجه بارلل. طبعا الموضوع يختلف من كارير للتاني، ان انت ممكن في يوم في الاسبوع تعمل حاجه تانية. في ناس بتلاقيها اصلا بتنزل مثلا صيدليات وبتشتغل حاجه تانية. انا اعرف حد مثلا شغال ميديكال راب وفي نفس الوقت بيدي بيولوجي ليسنز وبيروح مدرسه، شغال في 3 مع بعض. you can do it. يعني ما تحطش في دماغك ان هو واحد وبس، انت واحد وبس ده اللي هيبقى عارف هو عايز ايه. يعني انا عارفه ان هي اتس اكاديميا، هو ده اللي انا عايزاه، فانا مركزه في التيتشنج والريسيرش. حد تاني لسه قدامه اوبشنز، لا جرب نفسك لحد ما تكون واثق ان هو ده اللي انا عايزه. اوكي، بس يعني ما اخافش ان انا اضيع وقت في حاجه غلط. حتى لو ضيعت وقت في حاجه غلط خد قرارك بسرعه انه اتس تايم اني اشفت الحاجه تانية. يعني ما تقولش ان انا قعدت 10 سنين وبعدين ادركت انه لا. ماشي، هو 10 سنين ده رقم بصراحه كتير، ده عمر. انا عايزه اقول لك انا لسه كنت سامعه ستوري، حد كان نفسه جدا يبقى ريسيرشر وقعد لحد سن ال40 شغال في صيدليات وبعدين بدا يسجل ماسترز. اتس ليت بالنسبه لنا او في نظرتنا اتس ليت، بس هو ما وقفش عند ده، هو بدا يكمل وخلص ماسترز وخلص دكتوراه، فعمل اللي هو عايزه. فهي الفكره انك تلحق نفسك بسرعه، انك يعني مركز. اخد بالي، اعمل زي ما حضرتك بتقولي كده حاجه بشكل دوري كل كام شهر كده. طب ايه الاخبار، انا عامل ازاي، انفع ولا لا. ولو عرفت تدخل حاجات حتى لو يوم في الاسبوع حاجه تانية، اعمل ده علشان ده هيساعدك تعرف ده ولا ده ولا ده.